السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. الدبابة المغربية رد رسمي من الأهلي على إتمام التعاقد مع عبد الحميد صبيري. كشفت العديد من التقارير الصحفية والأنباء العالمية التي أشارت إلى اقتراب عبد الحميد الصبيري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا الإيطالي من الانتقال إلى نادي مصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وعلى حسب ما ذكره الصحفي الموثوق دي ماريزو أن هناك نادي مصري يتفاوض مع نادي فيورنتينا من أجل التعاقد مع عبد الحميد صبيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوفه، حيث لم يتم الإفصاح عن اسم النادي حتى الآن. ورد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي على الأنباء والتقارير العالمية التي أشارت إلى اقتراب عبد الحميد صبيري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا الإيطالي من الانتقال إلى نادي مصري، وحقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع اللاعب من أجل إبرام التعاقد معه خلال الفترة الحالية. المصدر المسؤول داخل النادي في تصريحات خاصة للأهلي نيوز غير صحيح ما تردد. وأكد المصدر المسؤول داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة للأهلي نيوز غير صحيح ما تردد في الساعات الأخيرة لم ندخل في أي مفاوضات مع عبد الحميد صبيري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا الإيطالي من أجل إبرام التعاقد مع اللاعب، ولا نفكر في ذلك. وموسم الانتقالات بالنسبة لنا تم انتهاؤه وأبرمنا الصفقات التي يحتاجها الجهاز الفني. واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته على ملعب مختار تتش بالجزيرة استعدادا للمرحلة المقبلة والمباريات المقبل عليها الفريق الأحمر سواء في البطولات المحلية أو القارية. طبعا يا جماعة انتوا عارفين إن الأهلي ما بيقولش على أي صفقة غير ما بعد بتتم إنهائي ويكون اللاعب مضى العقد والكشف الطبي وتصور كمان في ملعب التتش. فادينا احنا اهوت مع الايام هنكتشف الحقيقة فين. وبالتوفيق للاهلي ان شاء الله هو يعمل مركز كويس في كأس العالم للأندية. شكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.